السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة بقى بادئة معاكم اليوم من أوله إن شاء الله. هنبتدي مع بعض أول تفريزات رمضان. اللي متابعني من زمان عارف إن أنا بعشق التفريزات وبحب جدا إن أنا أعمل تفريزات، بس كنت بتأخر شوية على ما بنزل الفيديوهات دي. بس إن شاء الله أنا بادئة معاكم كده من بدري. نبتدي مع بعض التفريزات على خير إن شاء الله. بصوا بقى، هنا أنا كنت بوريكم التغيرات الجديدة اللي أنا عملتها عندي في المطبخ كده على هلة رمضان. عملت إعادة تدوير للبطرمانات دي. البطرمانات دي كانت بتاعت صلصة، كانت موجودة عندي وإن شاء الله أنا عاملة لكم فيديو مخصوص ليها. طبعا أنا زي ما انتم شايفين أنا لسه ما كملتهاش ولا كتبت عليها ولا حطيت فيها التوابل ولا أي حاجة. والأزايز لسه فاضية برضو، ما حطيتش فيها زيت ولا أي حاجة. بس إن شاء الله هنزل لكم فيديو مخصوص علشان تشوفوا البطرمانات دي أنا عملتها إزاي ونعبيها كده مع بعض وننظم الدنيا مع بعض. دي حاجة. الحاجة التانية حبيت بقى أشارككم وأوريكم روتين العناية بالبشرة ده. تحفة بجد من مايوي. انا جربته، يعني انا جايباه كده بقالي فتره وجربته، حبيت ان انا اوريه لكم عشان يعني لو حابين تجربوه تستعملوه. في غسول وفي 2 تفتيح للبشره بجد تحفه، اسمه سو برايت من ماي واي. تمام، مش هنقضي بقى حياتنا كلها في المطبخ، عايزين شويه كده اهتمام بالنفس يعني. خلاص اهتمينا بقى بنفسنا، نرجع بقى المطبخ تاني. بصوا بقى كده بداية كده معايا. دي كده خضرة مشكلة، المجموعة اللي قدامكم أو الحبة اللي قدامكم دول. أنا كنت جايباهم 15 جنيه. دي خضرة مشكلة. جبت شبت وبقدونس وكزبرة، بصراحة بتنفعني حلوة قوي لما باجي أعمل محشي مثلا وبطلع على طول من الفريزر. بتنفعني يعني في كذا حاجة. المهم جبت كده الخضرة وايه، هتبتدي كده ان انت تنضفيها، هتشيلي منها الورق الاصفر اللي فيها. طبعا من تحت بيبقى فيها العروق دي بتشيليها. ده هنا كده السلق بتاع القلقاس، انا برضو هفرزه معاكم ان شاء الله. هنعمل كذا حاجة يعني حلوين في الفيديو ده. فشيلته كده على جنب لحد ما ابتدي ان انا انضف الخضرة كويس زي ما بقول لكم، بشيل كده منها العروق اللي تحت. وجنبي بقى كده زي ما انتم شايفين في الطبق اللي هو الاورنج الكبير دوت، بحط فيه كل المخلفات اللي انا هرميها. علشان الدنيا ما تتكركبش يعني حواليا. انا بحط دايما جنبي يا اما شنطه مثلا او كيس احط فيه الحاجات اللي انا هرميها، او طبق كبير كده زي ما انتم شايفين. خلاص خلصت بقى الخضره كلها، قطعتها وشلت منها اي ورق اصفر فيها او اي حاجه مش عاجباني فيها. خلاص بشيلها وبنضفها كويس، وبعدين هاخدها بقى على الحوض، هعمل الحوض ميه وهحطها وهنقعها مره وهغسلها مره واتنين وتلاته. انا كده خلاص غسلتها كويس جدا جدا جدا. حطيتها في قلب الميه وبعدين صفيتها وبعدين حطيتها تاني في ميه وبعد كده صفيتها وبعد كده حطيتها تالت في ميه. وكمان حطيت عليها شويه خل وسبتها تتنقع شويه، وبعد كده بدات ان انا اشوفها من الميه بالخل اللي كانت فيها، وخدتها كده على التقطيع على طول. انا بصراحه ما نشفتهاش، بس سبتها ان هي تتصفى، وبعد كده لما اقطعها برضو مش هحطها في الاكياس بتاعتها على طول، انا هسيبها برضو تنشف كويس قوي كده مع نفسها وبعد كده هشيلها. دي بقى خطوه مهمه جدا لو انت حابه ان انت تحافظي على الخضره زي ما هي كده تبقى طالعه معاكي من الفريزر فريش. لازم تنشفيها كويس قوي من الميه، او تسيبيها على قد ما تقدري ان هي تنشف كويس قوي من الميه. وبعدين تبتدي بقى ان انت تحفظيها في الاكياس، لو انت حابه، او في اطباق زي ما انت عايزه يعني اللي انت بترتاحي فيه. احفظي فيه وشيلي بقى كده على طول في الفريزر او في الديب فريزر بتاعك. عايزه اقول لكم بتنفع جدا جدا اصلا اي حاجه. بصراحه انا شايفه من وجهه نظري ان التفريزات دي منجزه بقى لست البيت، منجزه للناس اللي بتشتغل او الناس اللي هي ما عندهاش وقت. فبصراحه منجزه، يعني هتتعبي فعلا، هتتعبي ساعه ولا كل ساعه تعب ساعه ولا كل ساعه زي ما بيقولوا. يعني انت معاكي كده يوم او يومين بالكتير قوي تعب ومجهود وارهاق، وبعدين بقى طول الشهر هتبقي مرتاحه. وفي كمان حاجات بتبقي حافظاها بتقعد معاكي للسنه. ففعلا موضوع التفريزات ده بجد حلو قوي. انا كده خلاص خلصت الخضره وهسيبها بقى على جنب تنشف كويس قوي كده مع نفسها، وبعدين هنبتدي بقى ندخل على مرحله تانية وهي مرحله السلق. جبت بقى السلق زي ما انتم شفتوا كده، هبتدي ان انا اقطفه. طبعا للبناتيت الجداد المقبلين على الجواز اللي ما يعرفوش السلق، هو ده السلق يا بنات، وهو ده شكل السلق. لان انا كنت من البنات دي، يعني ما كنتش اعرف اصلا السلق ده عامل ازاي ولا شكله عامل ازاي. انا كنت باكل كده القلقاس وخلاص يعني. انا برضو من محبين القلقاس، بحبه جدا. فطبعا لما اتجوزت واتدبست فلازم بقى طبعا ابقى عارفه كل حاجه عامله ازاي وشكلها عامل ازاي. فالحمد لله رب العالمين، يعني عرفت كل حاجه وعرفت تعمل ازاي والدنيا ماشيه الحمد لله تمام. زي ما انتم شايفين كده قطفت القلقاس كله، طبعا العروق اللي تحت دي كلها بتترمي، وبتاخدي بس كده الورقيات اللي بتبقى فوق كده. وهبتدي بقى ان انا اخدها على الحوض برضو اغسلها كويس قوي قوي قوي، وبعدين هنقعها في خل وميه.
طبعا السلق او الورق بتاع السلق انا مش محتاجه خالص ان انا انشفه، انا هشتغل فيه كده على طول زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا بالهاند بلندر وهضربه ضربه محترمه كويس جدا. في ناس انا شفت الطريقه دي بصراحه على اليوتيوب ما بتضربوش اصلا، هي بتقطفه كده وبتحطه على طول في معلقه السمنه والثوم وبتبتدي ان هي تحمره. تمام. انا جربت الطريقه دي بصراحه، حسيت ان هي ما عجبتنيش يعني. فالطريقه اللي انا هعملها لكم دي بجد انا مجرباها اكتر من مره وبحفظ السلق بالطريقه دي وبتبقى تحفه. وفي ناس تانية بتعمل ايه، بتضرب السلق كله وبتفرمه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بتبتدي ان هي تحمره على اساس ان هو يعني زي ما يكون كده هتعمله حالا للسلق، وبعدين بتروح شايلاه في الفريزر وحافظاه بالطريقه دي. برضو الطريقه دي بصراحه انا ما حبيتهاش، انا بحب الطريقه اللي انا بوريها لكم دي، بجد حلوه جدا جدا جدا. جربوها وهتشوفوا فعلا اللي انا بقوله ده مظبوط. بصوا انا عملت ايه، انا غسلته زي ما انتم شفتوا كده، قطفته وغسلته وبعد كده ضربته بالهاند بلندر وزودت عليه كده شويه ميه علشان بس الهاند بلندر تمشي معايا، لان انا لو ما زودتش على ميه سواء كان في كبه او في خلاط او في الهاند بلندر دي هي مش هتمشي كويس. لازم تزودي عليها شويه ميه، او لو عندك مرق زودي عليها شويه مرق. تمام. وهتضربيها بالطريقه دي وبعد كده انا هشيله زي ما هو كده، او هشيله زي ما هو كده، مش هحمره ولا هعمل فيه اي حاجه. هحطه كده في اكياس يا دوب على قد حبه القلقاس اللي انا هعملهم، وهحفظه كده بالطريقه دي في الفريزر. هتشوفوا دلوقتي انا هشيله ازاي. وبعدين لما طبعا انا هنا ضربته كويس قوي وبعد كده فضيته في الطبق الكبير ده، وهبتدي ان انا كده اديله ضربه كمان. المهم لما بقى تيجي تعملي القلقاس، طبعا انت هتبقي مفرزه القلقاس، انا برضو هفرز معاكم دلوقتي القلقاس وهتشوفوا طريقته عامله ازاي. هتطلعي القلقاس عشان تفرزيه، وهتطلعي معاه كيس السلق وهتحمريه كده في ساعتها، يعني هتطلعيه من الفريزر وهو مش متحمر ولا حاجه، وهتحمريه كده في ساعتها. بجد هتحسي ان هو فريش وانتي لسه اصلا جايباه من بره دلوقتي، مش هتحسي ابدا ان هو كان متشال في الفريزر ولا حاجه. تمام. احسن بكتير من الطريقه التانية اللي هي ان انتي تشيليه اصلا متحمر. تمام. جربوا الطريقه دي بجد، عن تجربه شخصيه عملتها كتير وبعملها على طول اصلا. والسلق بيقعد معاكي في الفريزر يعني فتره طويله جدا ما بيحصلوش اي حاجه. وكمان هتشوفوا ان شاء الله هعمل معاكم قلقاس في رمضان، فهتشوفوا هيبقى عامل ازاي. انتي كمان لما تحمريه بتنشفي بقى خالص كمية المية اللي فيه اللي احنا حطيناها دي، بتنشفيها كويس جدا وبتديله بقى التحميرة حلوة كده في معلقة زبدة او في معلقة سمنة، بيبقى تحفة بجد معاكم. خلاص انا هنا كده عملت من حبة السلق اللي كانوا عندي الاربع اكياس دول اللي انتوا شفتوهم، والخضرة زي ما انتوا شايفين كده سبتها شوية ويعتبر يعني ان هي مبقاش فيها خلاص مية تماما. لو حابة ان انتي تنشفيها قبل ما تقطعيها زي ما انا هعمل كده في السبانخ هتشوفوها برضو معايا، لو حابة ان انتي تنشفيها بفوطة نضيفة يكون افضل طبعا. تمام. وخلاص بدأت كده بقى ان انا اشيلها، انا كده خلاص خلصت من السلق وخلصت من الخضرة. انا بالنسبة ان انا كنت رايحة السوق قبل اليوم ده بيوم، فالحاجة شلتها كلها في التلاجة وبدأت تاني يوم ان انا اشتغل فيها. فكان عندي اولويات ان انا اشتغل في الحاجات. طبعا الحاجه اللي ما بتعيش خالص في التلاجة وملهاش عمر في التلاجة هي الخضره او اي ورقيات عموما، يعني الخضره او السبانخ او السلق او اي حاجه من هذا القبيل، هي ملهاش عمر يعني بتقعد كده في التلاجة شويه بعد كده بتلاقيها ان هي باظت. فانتي دايما لما تكوني جايبه حاجات كتيره او كميه كبيره من السوق، شوفي ايه الاولويات اللي عندك اللي هينفع ان انت تعمليها الاول، واللي هينفع تقعد شويه في التلاجة عادي سيبيها مش هيحصل لها حاجه. لكن الحاجات اللي هي زي ما قلت لكم الورقيات دي ما بتستحملش، فانا كان لازم ان انا ابتدي بيها الاول زي ما انتم شفتوا كده. طيب انا دلوقتي كان المفروض هعمل ايه كمان، كنت المفروض هعمل السبانخ، فقلت لا انا ابتدي بقى ايه اولع على الطماطم على ما تستوي اكون عملت كذا حاجه تانية. فخلاص كده كنت خلصت الخضره خلاص وشلتها وجبت بقى الطماطم زي ما انتم شايفين. انا من الناس اللي هي بتحب تجيب الطماطم اللي هي نوعها نضيف. ليه بجيب الطماطم اللي هي نوعها نضيف؟ علشان ما برميش منها حاجه، يعني اللي انا هطلعه منها كله كميه قليله قوي. لان في ناس دايما تقول ايه لا احنا نجيب الطماطم اللي هي يعني شاربه كده على بعض، بيبقوا عند الراجل مثلا حاططهم على جنب ولا حاجه يقولك خديهم بكذا. طب ما انا اللي هاخدهم بكذا دول سعر طبعا بيبقى قليل بس هرمي تقريبا نصهم. لكن بصوا الطماطم منظرها عامل ازاي بجد تحفه، يعني بتجيبيها فعلا مش خساره فيها فلوسها يعني. بتجيبيها كلها كويسه وبتنضفيها وبتشيليها بتبقى زي الفل. لكن اللي هي الطماطم التعبانه دي يعني على الاقل بترمي نصها او تلات ارباعها، يعني مش عارفه بتصفصف على ايه يعني. بصراحه جربتها مره وقلت توبه عمري ما هعمل كده تاني ابدا. فزي ما انتم شايفين الطماطم دي حلوه. انا هاخد اللي هو المجموعه اللي هي الجامده منها، هحفظها في التلاجة مثلا سلطه، حبيت ان اقطع جنب الفطار طماطم. واللي هي الحلوه بقى الحمرا الحلوه دي هنعملها بقى صلصه كده مع بعض.
بصوا بقى زي ما انتم شفتوا كده، انا طبعا الحوض نضيف عندي زي الفل زي ما انتم شايفين. فضيت كل الطماطم الكميه اللي انا جبتها كلها، وبدات كده ان انا اغسلها كويس قوي. بعد ما غسلتها كويس جدا طبعا طلعتها في الاطباق زي ما انتم شفتوا، او في الصواني يعني. وبعد كده رحت مرجعاها تاني وغسلتها تاني. وبعد كده رحت ماسكاها بقى كده واحده واحده اغسل فيها كده. طبعا الميه انا فاتحاها، انتوا شايفينها مفتوحه على طول. بس علشان الصوره بتجري انتوا شايفينها يعني ان هي قويه، لكن انا كنت مخليه الميه دي نازله يعني سرسوب ميه كده، ان انا بس اغسل كده طماطميه تحت الميه وبرده ما اهدرش الميه. وفي نفس الوقت اكون كده غسلتها كمان شطفه كمان يعني. تمام. وزي ما انتم شايفين كده انا الطماطم ما برميش منها اي حاجه، هي بصراحه زي الفل. مفيش بس الا الجزء اللي هو بيكون فوق دوت انا بشيله طبعا علشان ما اضمنش بصراحه يكون فيه ايه. وطبعا بفتح الطماطم من قلبها علشان ممكن يكون في جواها اي حاجه، فلازم اشوفها من قلبها كده بعناية، ما احطهاش سليمه. واخدتها بقى كده على النار، نقلتها في حله تانية وزودت عليها شويه ميه صغيرين كده زي ما انتم شفتوا. هسيبها بقى كده على النار. نقلتها في حله كبيره شويه، وفي حبه تانيين كده زياده هبتدي ان انا احطهم بس بعد بقى ما تدبل وتنزل تحت شويه. تعالوا بقى نبتدي مع بعض كده نخش على السبانخ الجميله دي. زي ما انتم شفتوا بقى كده، او ما شفتوش يعني الحته دي اتقصت، انا مش عارفه بصراحه، ما كنتش بسجل او ايه اللي حصل. المهم يعني ما علينا. خدت كده السبانخ زي ما عملت في الخضره بالظبط عملت فيها. قطعت كده العروق بتاعتها من تحت ونقطعها كده، يعني لو كان في ورق مش عاجبني فيها او اي حاجه مش عاجباني كنت بشيلها. وبعد كده خدتها كده زي ما انتم شايفين على الحوض، وبدات ان انا اغسلها بقى غسله محترمه. ليه غسله محترمه؟ السبانخ من تحت بيبقى فيها طينه كتير جدا، فحتى انتوا بصوا كده المية من تحت شكلها عامل ازاي اهو، بصوا. فغسلتها يعني عايزه اقول لكم ان انا حميتها حمايه العيد. بدات كده ان انا احطها في ميه وانقعها في ميه كويس قوي. بعد كده طلعتها وانضف كده الحوض كويس عشان ما ارجعش تاني على الطينه اللي كانت نازله منها. وبعدين هملأ الحوض ميه وهبتدي ان انا اسيبها تاني في قلب الحوض تتنقع كويس قوي قوي قوي. وبعد كده هصفيها، وبعدين هحط عليها ميه تاني وهحط عليهم الخل، وهسيبها شويه بقى في الخل تتنقع برضو في الخل. وبعد كده هشطفها شطفه كده محترمه من الميه والخل اللي كانوا فيها. عايزه اقول لكم ان السبانخ دي يعني بصوا حاجه كده عظيمه. انا ما اعرفش الناس اللي ما بتحبش السبانخ ما بتحبهاش ليه. في ناس ما بتحبش الخضار عموما، يعني بجد غلطانين. يعني بجد السبانخ فيها كمية حديد روعة. يعني لو عندك أطفال حاولي ان انت تأكليهم سبانخ، مش شرط تعمليها في طبيخ. يعني دلوقتي في افتكاسات طلعت كده جديدة ان انت تعملي سمبوسة بالسبانخ، مكرونة بالبشاميل بالسبانخ. في حكايات كتير كده تقدري ان انت تدخلي فيها السبانخ، واكلات كتير تعرفي ان انت تدخلي فيها السبانخ. فزي ما انتم شفتوا كده اديتها الشطفة الأخيرة وهسيبها بقى كده تصفى شوية. ودي كده الطماطم اللي كانت عندي باقية في الحلة، شويه كده صغيرين. ولما الطماطم اللي بتتغلي دي هبطت تحت كده شويه، حطيت الحبه اللي باقيين عليهم علشان يبتدوا كده ان هما يستووا مع بعض. بصوا بقى السبانخ طبعا فوطه بقى نظيفه كده من عندي من المطبخ، وبدات ان انا احط السبانخ كلها في قلبيها علشان اضمن ان هي نشفت كويس قوي. وبعد كده في فوطه تانية هبتدي ان انا انشف فيهم كويس جدا جدا، وهسيبهم بقى على جنب. وهي على بقى ما الفوطة بقى كده تشرب المية اللي فيها كويس، نكون احنا بقى دخلنا في حاجة تانية، نبتدي ان احنا نعمل حاجة تانية. جبت بقى زي ما انتم شايفين البسلة بقى. انا من الناس برضو معرفش بحب اشتري البسلة المفرطة بصراحة. ما بحبش ان انا اجيب البسلة اللي هي هقعد افرطها في 10 سنين في البيت وفي الاخر هرمي اكتر من نصها. يعني انتي على الميزان بتكون وزن، وبعد ما بتنضفيها بتلاقيها وزن تاني خالص. فانتي يعني انصحك يعني نصيحة، هاتي البسلة المتفرطة بجد هتكوني انتي الكسبانة. انتي الميزان بتاعك زيها بتبقى غالية شوية فعلا يعني عادي، مش مفيش مشكلة. بس ان انتي تجيبيها تفرطيها وفي الاخر تصفصف على حبة قد كف ايدك، ده يعني بصراحة ما ببقاش مقتنعة بيه. فانا لما بروح السوق دايما عينيا بتدور على البسلة المفرطة. فده كان كيلو جبته كان بحوالي 50 جنيه. هي غالية طبعا، انا معاكم ان هي غالية، بس بتبقى عاملة كمية كبيرة، يعني احسن من ان انا هرمي القشر بتاعها. ده بيبقى عامل في الميزان وزن برضو. يعني شوفي كده لما بتنضفي البسلة وتفرطيها بتشوفي انتي بترمي منها شنطة اللي هو القشر بتاعها ده قد ايه. المهم ما علينا، جبت كده البسله زي ما انتم شايفين وحطيتها في ميه وبدات ان انا اغسلها كويس. صفيتها برده مره واتنين وتلاته، وبعد كده حطيت عليها شويه خل وسبتها كده تتنقع وبعدين هرجع لها تاني. دي بقى بنجرايه كانت عندي في الفريزر، كنت شايلاها كده بقشرها، وهي كنت عيناها كده للي انا هعمله دلوقتي للطماطم. ان انا لما بجيب طماطم بحب احط عليها بنجر علشان بتخلي لونها حلو. فانا ما خدتش منها كتير، انا خدت نصها بس. قطعته كده زي ما انتم شايفين بنجر لونه تحفه بصراحه. ودي ميه انا ولعت عليها كده جهزتها علشان خاطر هسلق فيها البسله، وكمان هنعمل مع بعض الجزر.
طيب انا دلوقتي كده خلاص ولعت بقى على ميه تغلي وحاطه بقى البسله بتتنقع. طب هعمل ايه في الوقت ده؟ نقطع مع بعض كده بقى السبانخ. زي ما انتم شايفين انا نضفتها كويس قوي ونشفتها كويس قوي قوي قوي. وان انتي تنشفيها كويس قوي قبل ما تشيليها في الفريزر او قبل ما تحفظيها عموما. ده اللي بيحافظ على لونها، ما تخليهاش ان هي تسود. ما بضيفلهاش اي حاجه، ولا بحط لها معرفش ايه ولا ابصر ايه، ما بحط لهاش اي حاجه. هي زي ما انتم شايفين كده. نشفتها كويس، غسلتها كويس ونشفتها كويس، وبعد كده هبتدي ان انا كده اقطعها معاكم وهشيلها على طول واحفظها. ما بعملش فيها اي افتكاسات يعني، وبتطلع معايا زي الفل. انا اي حاجه في التفريزات اللي انتوا هتشوفوها معاكم النهارده في الفيديو، او التفريزات اللي انتوا شفتوها لي قبل كده، الطرق دي انا معتمداها وبعملها على طول. يعني انا مش بصور معاكم كده فيديو وخلاص، لا، هي دي الحاجه فعلا انا بعملها كده عندي في البيت، وبحفظها بالطريقه دي وبتطلع حلوه، وبتطلع زي الفل. ولو في حاجه من التفريزات دي انا فرستها قبل كده وطلعت وحشه، اكيد مش هعملها واقول للناس يعني تعملها، فاهمين؟ هي دي طريقتي وانا معتمداها، وبجد حلوه جدا، وجربوها وقولوا لي واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم. طيب بصوا بقى، بالنسبه للطماطم انا سلقتها كويس قوي، وطبعا حطيت فيها البنجر زي ما انتم شفتوا. وبعد ما اتسلقت كويس قوي بدات ان انا اصفيها، علشان القشر بتاعت الطماطم دي بتضايق ولادي في الاكل، فانا بحب دايما ان انا اصفيها. هي لونها احمر عن كده واحلى من كده كمان، بس هي طالعه فاتحه شويه في التصوير، مش عارفه بصراحه ليه. المهم زي ما انتم شايفين كده صفيتها كويس. بصوا بقى طلعت ايه، بتطلع طبعا القشر اللي فيها بصفيها. وانا عاده لما بعمل الطماطم بالطريقه دي بولع عليها تاني، بس انا كنت حاسه كده ان هي خلاص حلوه يعني، انا مش عايزاها تتقل اكتر من كده. فبصراحه ما ولعتش عليها تاني، خدتها كده بقى خلاص، هركنها على جنب لحد بقى اما احطها في الاكياس بتاعتها، ونشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. طبعا اللي قاعد بيسمع معايا الفيديو دلوقتي سامع في الخلفيه صوت المسجد، هما بيصلوا صلاه العشاء. يعني انا الفيديو ده كنت مصوراه بالنهار، ودلوقتي انا بعمل الفويس اوفر ده في صلاة العشاء بالليل، فمحدش يستغرب يعني. المهم زي ما انتم شفتوا كده خلاص، غسلت بقى البسلة من اخر مرة كنت حاطة فيها الخل على المية، واديتها كده شطفة اخيرة. وبعد كده سبتها بقى ايه على جنب لحد ما المية اللي على النار تغلي. وفي الوقت ده كمان اكون قطعت الجزر. بصوا انا خدت الجزر ده غسلته كويس قوي، بس علشان خاطر الفيديو طول معايا، ففي حاجات كتير قوي انا قصيتها من الفيديو، علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فاخدت الجزر على على الحوض وغسلته كويس قوي قوي قوي. وبعد كده قشرته تقشيره كده خفيفه زي ما انتم شايفين. وبعدين هبتدي بقى كده ان انا اقطعه معاكم مكعبات كده صغيره للبسله. انا بصراحه الجزر ده مش هشيل منه اي يعني نوع تاني، ولا هبشر منه، ولا هشيل منه حلقات. حسيت كده ان الكميه اللي انا جايباها دي يا دوب على قد حبه البسله اللي موجودين. وان شاء الله يعني باذن الله ابقى اجيب شويه جزر تانيين، مثلا اشيلهم حلقات. ممكن اعملهم في صينيه بطاطس مع الجزر، ممكن نعمل خضار مشكل. يعني ليه استخدامات كتير الجزر بصراحه تحفه يعني، وانا بحب بصراحه ان انا افرزه دايما. فهم دول كده الكميه اللي انا كنت جايباهم، فقلت ان انا ايه اقطعهم كلهم للبسله. طيب انا بقى فصلت علشان خاطر ايه اقطع كميه الجزر كلها اللي كان معايا، عشان برضو الفيديو ما يطولش عليكم. وكانت الميه خلاص غليت، نزلت فيها البسله، ما كملتش بالظبط 5 دقايق، اقل من 5 دقايق نزلت البسله يا دوب خدت يعني اتقلبت كده قلبة واحدة. وبعدين على المية الفترة على طول من الحوض، طبعا الجو متلج مش محتاج ابدا ان انت تطلعي له تطلعي للبسلة يعني مية متلجة او مية بتلج او كده. فالمية اصلا نازلة من الحنفية تلاجة تلاجة فعلا بمعنى الكلمة يعني. فبردتها كده تحت الحنفية، ونفس اللي عملته في البسلة عملته في الجزر. المية لما غليت نزلت كده الجزر، خد يا دوب غلوة غلوتين بالكتير قوي. وبعد كده رحت مبرداه بمية فترة. خلاص بقى كده، خلاص خلصنا من البسلة ومن الجزر، وسبناهم بقى كده على جنب يصفوا، علشان خلاص مرحلة التفريزة ان انا احطهم في اطباقهم هتيجي. ودخلنا على المعلمة الغريبة العجيبة اللي انا جايباها، القلقاسة دي. انا لما رحت اشتري القلقاس من كنت في السوق يعني بجيب القلقاس وكده، الست اللي انا كنت بجيب منها القلقاس صدفة كده عندها كل القلقاس بالحجم ده. وما كانش فيها، اللي هي تقريبا هي اللي بتبيعه القيس، او هي اللي يعني جت قدام عينيا يعني. فانا كنت مستعجله وعايزه خلاص امشي، فخليتها وزنت لي قلقاستين. فاكتشفت ان القلقاستين عاملين 6 كيلو، تخيلوا. فقلت لها لا نقي لي اصغر واحده عندك ووزنيها لي، فوزنت لي دي، فدي عامله 3 كيلو، متخيلين؟ دي 3 كيلو. ويعني بصراحه كنت بحارب معاها. انا بالنسبه لي اسهل طريقه لتقطيع القلقاس ان انا افتحها 2 نصين واقطعها كده زي شرايح البطيخه. عارفين لما تفتحوا البطيخه كده نصين وتقطعوا كده
زي شرايح البطيخ، بتبقى سهله جدا 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 بالنسبه لي. بتجيبي القلقاسه بتغسليها كويس قوي من بره وهي لسه بقشرتها، علشان القلقاس اصلا ما بيتغسلش، لو اتغسل كل القيمه الغذائيه اللي فيه بتروح. فانتي ما تغسليهوش خالص وما تقلقيش ابدا من الماده اللزجه اللي فيه. لما تيجي تعمليه وهو على النار اعصري عليه ليمون، الماده اللزجه دي هتروح منه تماما. فزي ما انتم شايفين كده جبت القلقاسه وحاربت معاها على، يعني جبت كل السكاكين اللي عندي في المطبخ عشان اعرف اقطعها نصين. في العموم لما بتكون القلقاسه صغيره عن كده بتتقطع معايا بكل سهولة، لكن دي علشان كانت ضخمة شوية زي ما انتم شايفين، ف يعني عذبتني شوية على ما قطعتها نصين. وبعد كده خدت كده النص اللي هو كان صغير شوية كده معاك قدام الكاميرا، وبدأت ان انا اقطعه كده شرايح على البلانشة، وبدأت ان انا انضف فيه. المهم انا لازم يكون معايا فوطة امسك بيها القلقاسة نفسها، وفوطة تانية بمسح بيها طبعا مكان القشور بتاعها كده اللي بره. غصب عنك هتيجي كده على القلقاس من جوه، فانتي برضو ما تغسليش بالمية. لو غسلتي بمية اصلا مش هتعرفي تمسكيها، هتبتدي ان هي تزفلت منك، فمش هتعرفي ان انت تمسكيها خالص. فانت على قد ما تقدري حاولي طبعا ايديك تكون نظيفه وتكون ناشفه، السكينه بتاعتك نظيفه وناشفه، كل حاجه بتشتغلي بيها تكون نظيفه وتكون ناشفه. وطبعا جنبك فوطه علشان خاطر لما اي حاجه من القشور اللي بره دي هتيجي على القلقاسيه نفسها بتمسحيها وبتنضفيها زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، بتبقى زي الفل معايا. وخلاص هبتدي بقى كده بعد ما خلصت كميه القلقاس كلها. طبعا انا بفصل الكاميرا علشان الوقت ما يطولش معاكم وننجز يعني كده مع بعض ونقول ايه يعني المختصر المفيد. فزي ما انتم شايفين كده انا قشرته ازاي، قطعته الاول نصين وبعد كده قطعته شرايح، وبدات كده ان انا اقشر بقى كده ايه شريحه شريحه كده لوحدها. خلاص بقى شلت كل الكركبه اللي كانت حواليا ونضفت كده المكان. ودايما خلي جنبك كيس او طبق او شنطه زي ما قلت لكم، تحطي فيه بقى كده اي حاجه انت هترميها علشان الدنيا ما تبقاش متكركبه حواليكي وتحسي ان انت في دماغك مليون حاجه. المهم زي ما انتوا شفتوا بقى خلاص كده هبتدي بقى ان انا اقطعه بقى مكعبات. طبعا انا المكعبات عارفه ان هي كبيره مني شويه، بس انا فعلا ايديا وجعتني من حجم القلقاسه، فكنت عايزه اقطعه بقى خلاص مش قادره يعني. فانت طبعا اعمليه حسب الحجم اللي انت عايزاه، عايزه تخليه كبير عايزه تصغريه براحتك. المهم في ناس بتحط في المرحله دي ليمون، انا ما بحطش ليمون في المرحله دي خالص، ما تحطيش عليه اي حاجه تخليه زفلت خالص. فاهمني؟ انا بشيله كده والله العظيم، بشيله كده دايما وبيطلع زي الفل، بيطلع يعني حلو جدا، ولا بيغمق ولا بيسود ولا بيحصل له اي حاجه، وبيقعد فتره طويله كبيره عندي في الفريزر ما بيحصلوش اي حاجه. بتحطي ليمون امتى؟ بتحطي ليمون لما تشتغلي فيه، تطلعيه كده من الفريزر وتحطيه في الشوربه وتبتدي ان انتي تسويه، بتعصري عصره ليمون بس فقط لا غير، لكن بتحفظيه زي ما هو كده. مهم او اهم حاجه يعني ان انتي ما تكونيش جبتي عليه اي ميه ولا غسلتيه بميه. تمام. دلوقتي بقى جت مرحله ان انا احط كل حاجه كده مكانها. عندي الطماطم، ما بحبش بصراحه ان انا احط الطماطم في اطباق تلاجة، بحب دايما احطها في اكياس تلاجة. بحس كده ان هي بتبقى اسهل واحلى معايا، يعني بتنفعني اكتر في الاكياس. انتي برضو براحتك زي ما بتحبي تحفظيها احفظيها. زي ما شفتوا الكميه اللي كانت معايا عملت لي حبه الاكياس اللي قدامكم دول. وبدات كمان ان انا اجيب الاطباق دي يعني عسل قمر بجد، بحب ان انا استعملها جدا 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 في كل حاجه بقى، يعني في التفريزات الخضار، في تفريزات الفاكهه، في اللحوم، في الفراخ، في كل حاجه ان شاء الله هتشوفوا الحاجات دي كلها معايا. واللي متابعني من زمان برضو عارف ان انا بستخدم الاطباق دي في كل التفريزات بتاعتي. المهم زي ما انتوا شفتوا كده حطيت القلقاس كله، وطبعا اكياس السلق اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، حطيت كده نص الكمية او ازيد من نص الكمية قلقاس، وحطيت مع كل حبة قلقاس كيس السلق بتاعهم. وبعدين دلوقتي هبتدي ان انا احط البسله. طبعا البسله انا حطاها في مصفى زي ما انتم شايفين علشان الميه اللي فيها كلها تكون اصطفت. وكمان الجزر في مصفى، هي الجزر ده المصفى بتاعته من تحت فهي مش باينه كده قدام عينيكم. المهم يعني صفيت البسله وصفيت الجزر. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان انتوا التفريزات بتاعتكم هتشيلوها تكون ما فيهاش ميه خالص عشان تطلع لونها فريش زي ما هي كده، يبقى اللون خارج معاكي حلو كده، حلو ومزهزه كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا الحاجات دي ان شاء الله باذن الله يعني هنعملها مع بعض في رمضان، وهتشوفوا الحاجات وهي طالعه من الفريزر شكلها هيكون عامل ازاي. يعني بجد انا بقول لكم كل حاجه انا بعملها معاكم عن تجربه عملتها بدل المره، يعني كذا مره عملتها كتير جدا التفريزات دي اللي بعملها على طول. وارجعوا كده الفيديوهات القديمه هتلاقوني معظم التفريزات هي اللي انا معتمداها بنفس الطريقه يعني. المهم عايزه اقول لكم بقى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم فلفل، هنفرز الفلفل، فلفل الوان، الفلفل الاخضر، كمان هنفرز باذن الله الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا العاديه، اللوبيا، يعني ان شاء الله باذن الله هنفرز حاجات كتير كده، حبه حاجات كده محترمين مع بعض باذن الله.
زي ما انتم شفتوا بقى كده خلاص احنا عبينا خلاص البسله والقلقاس. وانا للاسف اكياس التلاجة خلصت مني، فاضطريت ان انا احط السبانخ في اطباق تلاجة زي ما انتم شايفين كده. ليه بحب احط السبانخ في اكياس تلاجة؟ لانها بتاخد كميه اكبر. يعني بحط دايما في الكيس كده وبكبسه، بعد كده بطلع منه الهواء زي ما انتم شفتوا، وبعدين بربطه. فالطبق طبعا مش هقدر اعمل فيه كده، فبياخد مني كميه قليله. طبعا السبانخ كمان انا بحب ازود منها في الطبق اللي هشيله او في الاكله اللي انا هعملها، علشان السبانخ لما بتتحط في قلب الطبيخ نفسه يعني بتلاقيها ايه، كشت ما اعرفش، بتلاقيها اختفت. الكميه اللي انت بتحطيها غير الكميه اللي انت بتشوفيها قدامك. فبحب دايما ان انا اشيل منها كميه كبيره يعني في الوجبه الواحده. ودي كده خلاص، احنا كده خلاص انا كل الخضار اللي كان معايا النهارده عملته زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى ولو بمعلومه بسيطه قوي. بالنسبه للاطباق دي انا بغطيها. ايوه الاول كنت بصراحه بعملها بالبلاستيك راب، يعني كنت بغلفها كده بالبلاستيك راب على اساس ان الغطا هياخد مني مساحه في الادراج بتاعه الديب فريزر او الفريزر بتاع التلاجة. بس اكتشفت ان بصراحه يعني عندي الادراج بتاعه الديب فريزر واسعه، وكمان علشان انا بستخدم الاتنين، يعني بعين في الديب فريزر حاجات وبحط في الفريزر بتاع التلاجة حاجات. فالمساحه بالنسبه لي ما بتبقاش يعني مضايقاني ولا حاجه. لكن لو المساحه هتضايقك ممكن تشوفي فيديوهاتي القديمه، انا كنت بغلف الاطباق بالبلاستيك راب وما كنتش بحط عليها الغطا بتاعها. ولو انت حابه تحطي حاجتك كلها في اكياس طبعا بتعمل مساحه معاكي جامده جدا. او لو حابه تجيبي الاطباق اللي هي بتبقى الشفافه خالص دي، برضو شغاله مية مية مفيهاش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده وده كان الروتين بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم. ورصيد بقى كده الحاجه دي في الفريزر. ولسه عندي دي فريزر كله فاضي، يعني هبتدي ان شاء الله ان انا احط فيه حاجات تانية. وحطيت بقيه الحاجه في درج كده، اصغر درج عندي كان في الديب فريزر. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. واشوفكم قريب جدا باذن الله في فيديوهات جديده. يلا مع الف سلامه.